ايه معنى بوست كريدت فيلم مارفل الجديد ساندر بولتس لعالم مارفل السينمائي؟ وهل دي البدايه او المدخل لفيلم افنجرز سيكريت وورز؟ تحذير: هحرق شويه احداث عشان اعرف اشرح. اللي شاف فيلم ساندر بولتس اكيد لاحظ ان الفيلم بيخلص على مفاجاه كبيره. الساندر بولتس بيتسموا رسميا النيو افنجرز او الافنجرز الجداد، وبقوا قاعدين في مقر الافنجرز القديم اللي اديته لهم فالنتينا ألاجرا. بس في توتر واضح مع سام ويلسون. سام مش معترف بيهم كافنجرز رغم ان اعز اصحابه باكي او وينتر سولجر بقى معاهم وواحد منهم، وبرضه سام رافض يسمع ليه وليهم. والمشهد الاهم اللي بيجي في البوست كريدت: الفريق بيشوف تهديد فضائي، لكن الصدمة التهديد مش من الفضاء، ده من بعد تاني. والمفاجأة الأكبر إن التهديد ده بيبقى عبارة عن صاروخ عليه علامة الفانتاستيك فور. طب ازاي ان معلومة زي كده تظهر في البوست كريدت؟ دي معلومة مهمة جدا. وازاي معلومة زي دي ممكن توصلنا للفهم الكامل للي فات وللي جاي؟ تعالوا نفصلها واحدة واحدة. واحد: تلميح ستيرنز اللي سمعناه في بوست كريدت فيلم كابتن امريكا الاخير. فاكرين في بوست كريدت فيلم كابتن امريكا الاخير لما سام ويلسون راح زار سامويل ستيرنز في سجن الرافت؟ الراجل اللي عنده قدرة خارقة على تصور الاحتمالات بسبب ان اشعة جاما اللي كانت ضربت هالك وخلته على ما هو عليه ضربت دماغه كمان وضخمته، فبقى بيشوف كل الاحتمالات. الراجل ده بقى كان بيقول ايه في الافتر كريدتس؟ كان بيقول ان بناء على رؤيته لكل الاحتمالات ان عالمنا مش هو العالم الوحيد، وان في عوالم موازية في ابعاد مختلفة، وان كل عالم من دول ليه ابطاله الخاصين بيه. وسأل سام ويلسون سؤال مهم قوي: ازاي هتنقذ عالمك من تهديد جاي من ابطال عالم تاني؟ العبارة او الجملة دي بتاخد معنى اعمق دلوقتي. هل كان يقصد الصراع اللي جاي ما بين الابطال من اكوان مختلفة؟ اتنين: اعلان فيلم فانتاستيك فور اللي هينزل في يوليو الجاي. في التريلر بتاع الفيلم كنا بنشوف جالاكتوس، الكائن الكوني اللي بياكل الكواكب. وكنا برضو بنشوف في الإعلان ريد ريتشاردز، أذكى رجل في عالم مارفل بحسب الكوميكس، بيرسم معادلات للسفر عبر الأبعاد. فالواضح إن فيلم فانتاستيك فور هينتهي بإن الفانتاستيك فور هيضطروا إنهم يسافروا لعالمنا. ليه؟ عندك ثلاث احتمالات: يا جالاكتوس في آخر الفيلم بينجح إنه يدمر عالمهم فبيهربوا لعالمنا زي حبكة كوميك سوبرمان كده، يا بينجحوا إنهم ينتصروا عليه بس كعرض جانبي للنجاح ده بيضطروا انهم يجوا لعالمنا، يا بيعرفوا ان جالاكتوس بيدور على الطفل بتاعهم فبيقرروا يبعدوا عنه باي ثمن بانهم يجوا عالمنا. في كل سيناريو من السيناريوهات دي هيكون السفر عبر الاكوان هو النتيجه. 3: لقاء الابعاد ساندر بولتس قصاد فانتاستيك فور. واضح جدا ان لحظه وصول الفانتاستيك فور لعالمنا هتكون اللحظه اللي شافوهم فيها الساندر بولتس، وده بيكمل نبوءه ستيرنز عن الصدام ما بين الابطال اللي من اكوان مختلفه. يعني ممكن نبقى هنشوف صراع ما بين الثاندر بولتس او النيو افنجرز والفانتاستيك فور، ده غير الصراع الداخلي كده كده اللي ما بين سام ويلسون ككابتن امريكا والنيو افنجرز انه مش معترف بيهم. كاننا داخلين يعني على سيفل وور جديده. 4: كل الطرق تؤدي لسيكريت وورز. كل التراكم اللي احنا حكيناه ده بيمهد لحاجه واحده: فيلم افنجرز سيكريت وورز، اللي المفروض يجي بعد فيلم افنجرز اللي جاي افنجرز دومزداي. طب هو ايه اصلا الفكره الاصليه للكوميكس افنجرز سيكريت وورز؟ صراع كوني ما بين الابطال من اكوان متعدده برضه، وكل كون بيبعت ابطاله يحاربوا بالنيابه عنه عشان الكون ده ينجو. وده بيخلي او بيثبت ان كل البوست كريدتس من اول فيلم كابتن امريكا الاخير لحد فيلم ساندر بولتس بتبني شويه شويه لهدف اكبر، الا وهي الحروب السريه او السيكريت وورز. بس السؤال الكبير هو فين دكتور دوم؟ هل ممكن يكون دكتور دوم طلع مع الفانتاستيك فور على نفس الصاروخ؟ هل جه يعني كفيروس معاهم؟ هل فيلم افنجرز دومز داي اللي جاي هيكشف هو وصل ازاي؟ وهل دوم الحقيقي هو روبرت داوني جونيور نفسه في نسخة من عالم تاني؟ لو بتعجبك المواضيع دي وعايز تغوص اكتر في الكوميكس اللي ورا الافلام، شوف على قناتي على يوتيوب ريفولوشن الحلقات اللي اتكلمت فيها عن ازاي روبرت داوني جونيور ممكن يبقى فعلا هو دكتور دوم، ايه القصة المفصلة للكوميكس اللي ورا دومز داي وسيكريت وورز، مين الثاندر بولتس الحقيقيين في الكوميكس، ايه الكوميكس اللي ممكن تكون هتأثر على فيلم فانتاستيك فور اللي جاي من واقع الاعلان بتاعه، واخيرا ريفيو مفصل لفيلم كابتن امريكا الاخير. ولو عجبك التحليل ده ما تنساش لايك وشير وفولو، واكتب لي في الكومنتات تتوقع ايه دور دكتور دوم في اللي جاي. باي.